عسلامة ومرحبا بيكم في قناة الماكلة البنينة مع أمينة. اليوم باش نمدكم بكعابر اللوز حلو تونسي أصيل، وصفة سهلة وبنينة وكالعادة والعوايد تعمل 66 كيف. وتوا باش نتعداو لمرحلة التحضير. نستحقوا 200 جرام لوز مرحي، 50 جرام سكر محور، سكر عادي، ماء ورد، ملون غذائي أخضر، وملون غذائي أحمر. في المرحلة الأولى خديت اللوز وضفت عليه السكر محور، ومن المستحسن اللوز والسكر المحور نغربلوهم قبل الاستعمال. نخلطوهم مليح مع بعضهم، ومن بعد نضيف ماء الورد تدريجيا، وهوني كمية الماء الورد اللي استعملتها مقدار 5 مغارف. وفي المرحلة هذه نلموا العجينة بتراتش صوابعنا، ما نعجنوش باش اللوز ما يسيبش الزيت متاعو. وفي المرحلة الثانية ناخذ العجينة متاعي ونحلها بالطريقة هذه بكف إيديا باش المكونات الكل تتجانس مع بعضها والبات تولي رطبة. وبعد ما تلمت البات متاعي أخذت الميزان وباش نقسمها على 3 طروف قد. وفي المرحلة الثالثة باش نحط الملون الغذائي، بديت باللون الأخضر ونضيفه تدريجياً، ما نحطوش كمية كبيرة من أول مرة. ونكمل نحط الملون الغذائي الأحمر ونخدم مليح مليح بصوابعنا باش اللون يدخل مليح في البات. ومن بعد ما تحصلنا على 3 ألوان باش ناخد كل لون ونحلوه بالطريقة هذه. نعملوهم دي بودان باش يسهلوا علينا الخدمة، ونحاولوا يكونوا قد ونفس الخشن. وكيما تلاحظوا كل مرة ندهن يدي بالماء الورد باش البات ما تلصقش في اليدين. ومن بعد ناخد لي 3 بودان نلصقهم مع بعضهم بالطريقة هذه. وبعد ما تحصلنا على بات ب3 ألوان باش نقصوا طرف صغير، وبها هي نقيسوا الكعبات الكل باش يجينا قد. وتوا نبدأ نشكلهم دائريا بالكعبة وندورهم مليح مليح باش الكعبة تتلم بالكدا وتجينا مرتوبة. وأخيرا نحطهم في السكر بالطريقة هذه. وكيما تشوفوا ما شاء الله كعابر اللوز حضروا، ريحة الماء الورد فاوحة، كل عادة والعوايد البنة موجودة.
هذه هي غرفة اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله تكون واضحة. وما تنساوش تشتركوا في القناة، وأنا نوعدكم بوصفة سهلة وبنينة في قناة الماكلة البنينة مع أمينة.